بعد 12 سنه خبره 8 خطوات هتجيب لك اي وظيفه تحلم بيها. اول حاجه مهارات التواصل مع الاخرين اللي هي الكوميونيكيشن سكيل، ازاي تطرح افكارك، ازاي تسمع اللي قدامك كويس. تاني حاجه مهارات العرض والالقاء، البرزنتيشن سكيل، ازاي تتكلم قدام الناس، ازاي تعرض افكارك. تالت حاجه مهاره كتابه السي في بشكل احترافي، ازاي الاتش ار بيشوف السي في بشكل معين وانت لازم توصل له ده في حته ورقه بتتكلم عنها. بعد السي في نخش على رابع حاجه وهي المقابله الشخصيه، تبقى مذاكر الشركه عباره عن ايه وتاريخها عامل ايه، الوظيفه نفسها بتتكلم عن ايه وانت رايح تعمل ايه، تبقى مذاكر السي في بتاعك عشان لما تخش في الانترفيو لو اتسالت اي سؤال تبقى عارف تجاوب عليه. خامس حاجه لازم يبقى عندك حساب لينكد ان احترافي. حاليا لينكد ان عليه تقريبا 90% من الوظائف اللي في العالم. اخر حاجتين مرتبطين ببعض جدا. السادسه هي الاي كيو، الاسئله دي عباره عن قياس لمستوى ذكائك، مستوى حلك للمشاكل الرياضيه، وسهل جدا تتدرب عليها. تابع حاجه وهي الانجليزي بتاعك، ومفيش مقابله في مكان قوي الا ويحتاج منك ان الانجليزي بتاعك يكون كويس جدا. وهسيب لكم مصدر لكل حاجه من السبعه تقدر تذاكرها منهم وتبقى قوي جدا فيها في اول كومنت. السلام عليكم.